الصرع مش فيلم رعب. المريض اللي بيعاني من تشنجات ده مش مجنون، مش ممسوس، مش معدي، مش مؤذي للي حواليه. ده مصاب بمرض اسمه مرض الصرع، مرض له علاج. جايين نكلمكم النهارده عن احدث طرق في علاجه. الصرع مرض عصبي مزمن بينتج عن اضطراب في كهربية المخ، بيصيب حوالي 1,000,000 مواطن في مصر. العلاج الاساسي ليه هو العلاج الدوائي، ولكن للاسف في بعض الاحيان العلاج الدوائي مش بيكون كفايه للتحكم في النوبات، وفي الحاله دي بنلجا لحلول تانية من اهمها الجراحه. مين بينفع له الجراحه؟ الجراحه بنحتاجها لمريض الصرع وقت لما يمشي على نوع ونوعين واكتر من نوعين من العلاج، ومع ذلك لسه النوبات متكرره ومستمره. في الوقت ده المريض بيحتاج ان هو يعمل بعض الفحوصات لتحديد البؤره اللي مسؤوله عن اضطراب كهربية المخ المسببه للنوبات. اكتر حالات بتستفيد من الجراحه هي حالات صرع الفص الصدغي، حالات اورام المخ، حالات الوحمات الشريانيه في المخ، حالات تشوهات القشره المخيه للمخ. الحالات دي بتكون اكتر حالات بتستفيد من جراحات استئصال البؤره الصرعيه بالمخ اللي بتدينا احسن نتائج. بالنسبه للنتائج في جراحات استئصال البؤره الصرعيه 70% من المرضى بعد الجراحه ما بيعانوش من اي نوبات، وبالتالي بعد فتره بنقدر كمان ان احنا نقلل الادويه، بل في بعض الاحيان بنقدر ان احنا نوقفها نهائيا. الجراحات دي دلوقتي بقت اكثر امانا واكثر فعاليه باستخدام اجهزه حديثه زي الميكروسكوب الجراحي واجهزه مراقبه الاعصاب داخل غرفه العمليات. لو مصاب بمرض الصرع او تعرف حد مصاب بيه ما تترددش في زيارتنا في عيادات اندلسيه.